اهلا بيكم يا جماعه، معاكم احمد كمان من اي كي ريفيو. النهارده اتش تي سي اعلنت عن الاتش تي سي يو بلاي والاتش تي سي يو الترا في مؤتمر سي اس لسنه 2017. واضح من اسم السلسله طبعا ان هي سلسله جديده باسم اليو. شعارهم في السلسله ديت هي اتس اول اباوت يو، فخلينا نشوف مواصفات الاجهزه وانطباع عنها. هتكلم في الاول على الاتش تي سي يو الترا. الاتش تي سي يو الترا من ظهر عامل شبه النوت 7 قوي، بصراحه حسيت ان هو متقلد منه، ومن قدام كان شبه ال جي في 20، فحسيت ان الاتش تي سي يو الترا ميكس بين الاتش تي سي 10 ال جي في 20 سامسونج جالاكسي نوت 7 اللي انفجروا طبعا انسحب من السوق. لكن النوع الثاني اللي ما اقدرش اقبله من التقليد هو ان هم يشيلوا 3.5 ملم جاك، فبصراحه شايف ان ده مجرد تقليد اعمل ابل. بالنسبه للشاشه، في شاشه الجهاز 5.7 انش بجوده 513 بكسل بير انش، الشاشه عليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5، وفي شاشه ثانيه 2.05 انش زي اللي بتيجي مع ال جي في 20 اللي بتبقى محطوطه فوق، وبيظهر عليها بعض الحاجات نفس اللي بتظهر تقريبا على الايدج في موبايلات سامسونج. بالنسبه لمواصفات الجهاز، فالجهاز بيجي بسناب دراجون 821 مع ادرينو 530، 4 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 64 جيجا بايت وفي 128 جيجا بايت. التطوير في البرفورمانس مش فارق كتير جدا عن اللي كان موجود في الاتش تي سي 10. الاتش تي سي 10 كان بيجي بنفس المواصفات تقريبا، لكن مع سناب دراجون 820 مش 821. عموما مفيش فرق مهول ما بين الاثنين. بالنسبه للكاميرا الخلفيه، فهي كاميرا 12 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 1.8، وهي تقريبا نفس اللي كانت مع الاتش تي سي 10 بالظبط. الزياده عليها بس ان هي فيها فيس ديتكشن اوتو فوكس اللي ما كانش موجود في الاتش تي سي 10. الاتش تي سي 10 كان فيه ليزر اوتو فوكس بس، لكن كان بيفتقر للفيس ديتكشن اوتو فوكس. بالنسبه للكاميرا الاماميه، فهي الكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل. بطاريه الجهاز هي بطاريه 3000 ملي امبير. 3000 ملي امبير بصراحه شايفها حاجه تضايقني جدا، خصوصا الاتش تي سي 10 كان برضه شغال ب 3000 ملي امبير، ولكن الاتش تي سي يو الترا بيجي بشاشه اكبر، بالتالي هيستهلك اكتر بكتير من البطاريه، فكنت افضل ان اشوف بطاريه اكبر من كده عشان تعرف تستحمل الشغل وتقعد معاك مده طويله. انطباعا عن الاتش تي سي يو الترا ان هو جهاز ظريف، الاختلاف مش كبير قوي ما بينه وما بين الاتش تي سي 10، ولكن الاختلاف دوت يظل موجود. لكن شخصيا شايف ان انت لو معاك جهاز اتش تي سي 10 فما يستاهلش التحديث للاتش تي سي يو الترا. مع ذلك الاتش تي سي يو الترا لو نزل بسعر كويس، شايف ان هو ممكن يحقق مبيعات كويسه، طبعا مع التركيز على الدعايه. الجهاز الثاني اللي تم الاعلان عنه هو جهاز في الفئه المتوسطه باسم ال HTC U Play. HTC U Play جهاز تصميم مشابه لل HTC 10 شويه، ولكن المواصفات مختلفه تماما بما انه فئه مختلفه تماما عنه. شاشه الجهاز 5.2 انش بجوده 424 بكسل بير انش. الجهاز شغال بميديا تك هيليو بي 10 مع مالي تي 860 ام بي 2، 3 جيجا بايت رام، ومفيش منه غير فيرجن واحد 32 جيجا بايت انترنال ستورج. كاميرا خلفيه 16 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 2.0، وكاميرا اماميه 16 ميجا بكسل برضه. بالنسبه للبطاريه، فهي بطاريه 2500 ملي امبير، وبرضه صراحه كنت افضل اشوف بطاريه اكبر من كده شويه. انطباع عن الجهازين دول ان هم جهازين ظراف. ال HTC U Play ما يهمنيش قوي صراحه، لكن ال HTC U Ultra هو المهم جدا بالنسبه لي. الجهاز خد حاجه حلوه من كل شركه، فخد الشاشتين من ال جي في 20 او ال جي في 10، خد التصميم من ورا من جهاز النوت 7 طبعا مع الواجهه المعتاده والطابع المعتاد بتوع ال HTC 10، فهو كان ميكس بين الحاجات الحلوه. اعتراضي بس على ان هم شالوا 3.5 ملم جاك، خصوصا اني مش شايف اي مبرر ان دوت يحصل. لكن غير كده شايفه جهاز ظريف جدا، ولو نزل بسعر مش اغلى كتير من ال HTC 10 هيكون جهاز ممتاز. ده كان مواصفات وانطباعي عن ال HTC U Play وال HTC U Ultra. هستنى اسمع رايكم في الانطلاقه بتاعت السلسله الجديده، سلسله اليو بتاعت ال HTC، واستنى اسمع رايكم في كل جهاز فيهم، ال HTC U Play وال HTC U Ultra. كان معاكم احمد كمان من اي كي ريفيو. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. اشوفكم في الفيديو الجاي.